السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن الدوري المصري. النهاردة الساعة 7 مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. النادي الأهلي بيواجه النادي الإسماعيلي. كلنا عارفين ان مباريات الأهلي والإسماعيلي دايما بتكون صعبة جدا جدا وقوية جدا، وبيكون فيها ندية من الفرقتين وحماس بزيادة قوي. ولكن جمهور الكرة بيحب اللقاءات اللي زي دي واللي من النوع ده، لان في النهاية جمهور كرة القدم اللي يهمه يا جماعة عاوز متعة كرة القدم، ودايما بيحب اللعبة الحلوة، ودايما دي الحاجة اللي بتميز أندية أوروبا ومنتخباتها عننا. امبارح بتفرج على ريال مدريد والبايرن، والله العظيم ما عاوز المباراة تنتهي من كتر المتعة اللي أنا شايفها قدامي. ده غير ان محدش بيعترض ولا بيروح للحكم ولا بينام على الارض ويضيع وقت زي ما بنشوف اللعيبه عندنا بتعمل ايه. معلش يا جماعه، عملت مقارنه ظالمه بيننا وبينهم، وانا ظلمتهم طبعا بالمقارنه دي، ولكن اللي انا عاوز اقوله ان اللعيب عندنا عنده ايد وعنده رجل وعين عادي، يعني ده بني ادم وده بني ادم. فياريت كلاعيبه عندنا نتعلم اصول الرياضه من الناس دي. نروح بقى لغيابات النادي الاهلي عن النادي الاسماعيلي. عن مباراه الاسماعيلي النهارده بيغيب 7 لاعبين من النادي الاهلي النهارده لاسباب مختلفه. طاهر محمد طاهر لاسباب فنيه، ومحمد مجدي قفشه لاسباب فنيه، ومحمد الشناوي للاصابه، وياسر ابراهيم لعدم الجاهزيه، ومحمد الضوي كريستو لاسباب فنيه برضه، وكريم فؤاد لاسباب فنيه، واليو ديانج لعدم الجاهزيه. النهارده كولر اكيد هيعمل تغييرات كتير في التشكيل اللي هيبدا بيه مباراه الاسماعيلي. الاهلي في المركز ال11 في جدول مسابقه الدوري برصيد 21 نقطه، اما الاسماعيلي فهو في المركز ال13 ب 19 نقطه. احصائيات النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي: احصائيات الاهلي في الدوري حتى الان حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مرتين امام البنك الاهلي والزمالك، وسجل لاعبي الاهلي 24 هدف وتلقت شباكه 13 هدف. اما الاسماعيلي فهو لعب 19 مباراه وحقق الفوز في 4 وتعادل في 7 وخسر 8 وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 22 هدف. ده كان فيديو سريع كده النهارده فيما يخص الفرقتين، ونتمنى تكون مباراه ممتعه ومثيره ويفوز بيها اللي لعب واجتهد وقدم كرة كويسة. واستنونا بعد المباراة وكلام كتير جدا ومهم جدا فيما يخص المباراة. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم.